السلام عليكم البنات. اليوم جيت نشارك معكم غريبه في الفران ديال الضو، يعني المقادير المضبوطه باش تنجح لكم، وكيفاش انها تشقق لكم، وكيفاش انها تطيب لكم بطريقه اللي هي ناجحه، وكيفاش انكم ما تطيحوش في هذا الخطا اللي طحت فيه انا. شوفوا كيفاش تحرقت لي البنات. صراحه الناس اللي كيحطوا الفيديوهات في اليوتيوب عافاكم ما تاكدوا من الطريقه ديال الطياب في الفران ديال الضو. انا تبعت الطريقه ديالتكم، شوفوا النتيجه كيفاش جات. اللاطه ديال اللاطه الاولى هكا صدقات ليا كلها تحرقت ليا، تحمرات بزاف، راه من التحت غير حكيتها بالحكاكه راه كاع تحرقت ليا وما تشقاتش مزيان. اللاطه الاولى كلها مشات، واللاطه الثانيه استدركت الامر وبانت لي داكشي غير منطقي، والحمد لله المهم جات مزيانه. المهم هاد اللي تحرقت لي انا غنوريكم كيفاش الطريقه كيفاش ندير ليها ونردها حلوه اخرى شعبيه. ما غاديش نضيف نصف الكميه حتى راه نصف الكميه ضاعت ليا كلها. المهم تبعوا معايا الطريقه ديال المقادير راها مضبوطه ما تخافوش منها، ولكن الطريقه ديال الطياب البنات ركزوا معايا مزيان باش ما تطيحوش نفس الخطا ديالي. بالنسبه للمكونات البنات نحتاج 6 ديال الكؤوس ديال الطحين الفورص الخاص بالحلويات، كاس ديال الجنجلان محمر ومنقي، وكاس ديال اللوز مهرمش حتى هو محمر ولكن غير مهرمش ما كنطحنوش، كاس ديال السكر كلاصي، وكاس ديال الزيت. والمكون العجيب هو كاس ديال الطحين محمر نشطط ليا من سلو وغنضيفو في الغريبه، كيجي رائع جدا البنات، من الاسرار ديال الغريبه. يمكن لكم تستعملوا كبديل تستعملوا الكاطون سواء هيرنيس ولا ماريا، طحنوها حتى كتولي بحال الغبره، او تشدوا الطحين وتحمروه لراسكم. انا هذا الماء الطحين ديال الفرينه، يمكن لكم تستعملوا حتى الطحين ديال الفورس تحمروه. ومن الاسرار الاخرى انكم ديروا واحد رشه ديال الخميره الفوريه او الخميره المعجونه، كيس ديال فانيلا، وجوج خمارات ديال الحلويات، و300 غرام ديال الزبده. انا غنستعمل هاد الطاس كامل عامر، وغنستعمل نص ديال هذا باش نحصل على 300 غرام، حيت كل طاس فيه 200 غرام كما كتشوفوا. يعني غنحصل على غنبغي طاس كامل ونص من هذا. ومن الاسرار الاخرى ديال الغريبه انكم الزبده تذوبوها. انا دابا خشيتها في الميكرو اوند وذوبتها، ما تخليوهاش هكا جامده تبقى تدابزوا معاها، حيت لا بقات لكم شي طريف ديال الزبده في الغريبه غادي من التشقيقه ديالها غادي تجي خايبه، ما غاديش تجي تشقيقه زوينه، غادي تجي من غادي تهزوها من اللاطه غادي تقدر تفتت لكم وهي في اللاطه. يعني ذوبوها هكا باش تجيكم سهله في الاستعمال. والطحين خليه هو اخر حاجه، نضيفوا السوائل هما الاولين، الزبده والزيت. كانت ليا فيه واحد شويه ديال اللوز طاح ليا فيه، الجنجلان، كاس ديال اللوز، خلطها البنات بحال هذا الشكل هذا. وهذا الكاس ديال فرينه محمر، دابا غنضيف شاصيه ديال الفاني، قبيصه ديال الخميره باش كتجيكم البنات غريبه مشقه، وجوج اكياس من الخميره الحلويات. دابا غنضيف سكر كلاصي. دابا غنضيف الكؤوس ديال الطحين. الكاس الاول البنات كتضيفوه بالتدريج، ما كتضيفوش دفعه واحده. دابا غنحاول اننا غير شويه ندلك، يعني ما غاديش نبقى ندلك فيها ولا شي حاجه، غير نحاول انني نجمعها كما كنجمعوا سلو، نحاولوا اننا نجمعوها
تسلو راه تيكون قاصح، كنحاولوا اننا نجمعوه باش يتيدب. كذلك غريبه نحاول اني نجمعها. ونعطيكم سر اخر. الغريبه كديروها البنات في واحد البلاستيكه باش كتطلق، عوض ما تدلكوها هذيك البلاستيكه كتقوم بالواجب. والبنات وسر اخر ديال الغريبه انكم تخليوها قاصحه، ما ترطبوهاش وتزيتوها بزاف. ملي كتجي قاصحه هكا راه كتجي مرمله وكتجي مشقه. هادو هما الاسرار ديال الغريبه. دابا غنجمعها بحال هكا. نحاول انني غير نجمعها هكا باش ديك الزبده وداك الزيت وداك سميتو يتلقوا مع بعضياتهم، بلا غنستعمل لا حكاكه ولا حتى شي حاجه. ودابا البنات انا درتها في البلاستيكه ونخليها ترتاح. البلاستيكه كتخليها انها تجمع وتزيد تدلك بحال كي دالكها بيديك. انا نخليها تقريبا واحد ساعه ونصف، وعاد غنرجع نكورها معكم ونكمل لكم التتمه كيفاش غنطيبها في الفران ديال الضو. هي اهم نقطه بطبيعه الحال ما تغفلوش عليها. البنات من داز الوقت الكافي باش ترتاح فيه العجينه. قبل ما نشكلها غادي نمشي نسخن الفران ديالي. حيت اصلا خاص قبل ما تخشيو الغريبه ديالكم خاص يكون الفران سخون بزاف. درتو على 250 درجه كما كتشوفوا. وغندير الفوق والتحت بلا فرفاره. وعاد غنمشي دابا نشكل معكم العجين. هاي العجينه ديالي البنات بعد ما ارتاحت. دابا غنزيد غير واحد شويه ديال الزيت باش تجمع ليا في يدي بهذه الطريقه هذه. ودابا كنشكلها على شكل كويرات بحال هكا. نوريكم كيفاش كتحاولوا انكم تجمعوها. المثل كتكون قاصحه العجينه، وهذا من الاسرار الغريبه باش تصدق لكم تكون هكا قاصحه. بحال هكا كتكوروها بحال هكا، بحال غديروا شي القيمه ديال الكسكسو بحال والله الا بحال هكا كتجمعوا شي القيمه ديال الكسكسو بحال هكاك. كتبسطوا دابا بحال هكا صافي بحال هكا، وكتحطوا في اللاطه كتبقاو مستمرين. انا البنات ساليت من التكوير من اللاطه الاولى، هانتوما ساليتها وباقي تبارك الله الخير. دابا غنخشيو اللاطه الاولى في الفران. وانا البنات باش تقول درت الفران على 250 درجه، ولكن درته على الفوق والتحت في نفس الوقت. وهنا خطا كبير البنات درت اللي خلى الغريبه ديالتي تحمر في الضخيه وتبقى معجنه من الداخل. صراحه ما كانش عليا ندير هكا. درتها في السكه الثالثه حتى لهنا راه مزيان، ولكن ما درتها على 250 درجه ودرتها الفوق والتحت. هذا خطأ كبير. انكم صراحه غريبه خاصها انكم تشعلوا عليها غير من الفوق فقط، وخليوها تشقق مزيان، عاد كنشعلوا عليها من التحت. الطريقه الصحيحه اللي اعتمدتها باش الغريبه ديالي تصدق تشقق على خاطرها بلا ما تجيني معجنه ولا ما تحرق ليا، طيب على خاطرها. يعني كتشعلوا عليها من الفوق كما قلت لكم بوحدو حتى كتشقق مزيان، وتخليوها على 250 درجه حتى كتشقق مزيان وتبان لكم انها قربت طيب. عاد كتشعلوا عليها من التحت، يعني حتى كتشقق مزيان عاد كنشعلوا عليها من الفوق والتحت. ركزوا على هاد النقطه مزيان. هانتوما البنات كيفاش جاتني اللاطه الاولى، حالتها صراحه تفقصت وحق الله. انا راني حكاها من التحت، من الحكاك راه تحرقت ليا، راني حكاها من التحت. شوف راه الحكاكه فين كاينه، راني حكاها وتفقصت صراحه، ولكن استدركت الامر ورديتها يا اختي حلوه طريش بوند يا سلام. دابا تشوفوها في اخر الفيديو. البنات الحلوه اللي تحرقت ليا، عرفتي شنو غادي نردها لي جبوند مادام هي تحمرات غير من الفوق ومن التحت وما تشقاتش مزيان، راها من الداخل ما محروقاش. غادي نغطسها في الكونفيتير مع ماء الزهر. انا عندي هذا الاصطناعي، من الاحسن انكم يكون عندكم طبيعي. نضيف دابا واحد شويه ديال الماء الزهر، غنزيد عليه الكونفيتير وغادي غنغطسها مزيان في الكونفيتير وغادي نديرها في الكوك بحال هاد الطريقه هذه. علاش البنات نضيعوا في الحاجه؟ حرام حشومه. نغطسوها مزيان البنات
انا غنخليها مغطوسه باش ترطب ليا. ندير الثانيه وندير الثالثه بحال هكا. دابا غنجبدها وغنديرها في الكوك بحال هكا. وهو الشكل النهائي البنات ديال الحلوه ديالنا غريبه اللي صدقات اختي، وهذه اللي ما صدقاتش لي درت فكره خاطئه في الطياب اللي صححتها معكم في الفيديو. واختي ردي لها ريجبوند مالها، هاي ما ناقصه حتى خير. تحط اختي همويه وكبيره بحال هكا وعلى الزوينات، حيت ما محروقاش البنات من برا، راه غير تحمرت بزاف. يعني ما لايقاش تكون غريبه، لايقه حاجه اخرى. لايقه اختي ريشبوند كتستر كلشي مع الكوك، والكوفيتير كيتبدل المذاق وكيتستر العيب. شوفوا البنات هاد الطريقه، هذه نصيحه اي حلوه هكا مكوره ما صدقاتش لكم ردوها ريشبوند. ونلتقي ان شاء الله في فيديو قادم. ما تبخلوش عليا البنات بلي لايك والاشتراك في القناه، والى الملتقى ان شاء الله.